البنات غادي ندوز على بركه الله. اول حاجه غادي ندوز ان شاء الله نديرها، غادي ندير الغريبه ديال السميده والكوك، احسن غريبه، الغريبه ديال زمان. شي صراحه الوصفات ديال ماماتنا وديال جداتنا راه واخا يخرجوا وصفات والجديد وداكشي بريستيج، ولكن هذه كتبقى احسن غريبه. نضنا عليها، كتبقى ليها واحد المكانه وسبحان الله العظيم كيبغيوها الصغير والكبير وكتكال ما شاء الله. بالنسبه للمقادير طلبوها لي بزاف د المتابعات في التعاليق. بالنسبه ان شاء الله المكونات، عندي هنا كاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، عندي 3 د البيضات، عندي كونفيتور ديال المشماش غادي ناخذ منه ان شاء الله واحد معلقه. بالنسبه للكوكا البنات عندي 4 د الكوك و4 ديال السميده د الحرشه، ممكن تعوضوها بالفينو راه كتبقى نفس النتيجه. وعندي البنات هنايا شويه الملحه، وهنا قشره ديال الحامض اولا نتوما ديروا قشره الليمون، وعندي واحد الكاس ديال النشا غادي نضيفو حتى هو ان شاء الله. المهم غادي ندوزو ان شاء الله للطريقه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها البنات، غتاخذوا هذا ولا مونينيكس، كيبقى كيعطي الغريبه، يعني كتخلطوه بهذه الطريقه كتسهل عليكم المأموريه وكتطلع لكم الغريبه زوينه. غادي نديروا كاس ديال الزيت ديالنا، غادي نديروا البنات كاس ديال السنيده، وغادي نديروا 3 ديال البيضات. هانتوما هنا غنخلطهم بحال غنخلطوا شي كيكه البنات. بهذه الطريقه كتبقى عمليه احسن من اليد، كتطرب لكم مزيان البيض باش كتكون النتيجه زوينه. هانتوما الطريقه غادي ندوز دابا نطربهم مزيان ونرجع معكم. ها انا البنات طربتها، دابا غادي ندوز ان شاء الله نخدم في القصعه ديالي عادي. هانتوما غنخوي الخليط ديالي هكايا كيكون تخلط، يعني هانتوما كتهناو من الخليط ديال اليد. هنا دابا ان شاء الله غادي ندوزو ونزيدو هنا مبشور ديال الحامض. هانتوما البنات غادي ندوزو نزيدو الكونفيتور حتى هو، ديروا واحد 2 معالق. ديروا نتوما اي كونفيتور عندكم. وغادي ندوزو ان شاء الله نخلطو. هنا عندي زلافه، غادي نزيد زلافه الثانيه، المهم 4 د الكوك. هانتوما عندي هنا 4 الكوك البنات، يعني ملي غتمشيو عند هذا فاش غتمشيو تشريو الكوك قولوا له يعبر لكم 4 ديال الكوك. هانتوما غادي ندوزو ان شاء الله بسم الله على بركه الله، غادي ندوزو نخلطو هاد المكونات البنات، ندوزو نخلطو مزيان الكوك وحتى الكوك البنات. فاش تمشيو تشريو يعني خذوا شي نوعيه، ما تمشيوش يعني ما تاخذوش هذا من مول الحانوت، خصكم تاخذوه من مول الحلويات، لانه هو اللي كيكون عنده الكوك زوين وتيكون داك الكوك اللي كتكون ريحته فنه وما تيكونش قديم. اما مول الحانوت راه كتصرفوا شي مرات الكوك خايب، تيكون قديم وتسالت له المده الصلاحيه وهو راه مازال كيبيعوا. باش تجيكم هكا الغريبه زوينه ان شاء الله يا ربي. نتوما هي كتبغي البنات تدليك مزيان هاد الغريبه. دابا غادي ندوزو ان شاء الله نزيدو الخماره ديالنا. بالنسبه لهاد المقادير البنات درت غير خماره وحده، هنا كون درنا 6 البيضات عاد غادي نديرو 2 خمارات. وغادي ندوزو دابا نزيدو السميده ديالنا حتى هي 4 ديال السميده 250 غرام. المهم غادي نبقاو نزيدو عيننا ميزاننا، لان ما خصهاش تجينا قاصحه بزاف وفي نفس الوقت ما خصهاش تجينا يعني جاريه، لان الا كانت جاريه كتزيد تبسط في الفران، والا كانت عاوتاني يعني شاربه السميده فكتجينا قاصحه وما كتجيش زوينه. هانتوما نحاول نبقى ندخلو بشويه بشويه حتى غندخلو ان شاء الله. كما شفتوا غير بشويه نزيدو هادشي كامل. والبنات هنا غادي نزيدو واحد شويه النشا، هانتوما اللي ما عندوش نشا يعوضوا بالفرص الرطب، يعني كاس ما عامرش، غير مهم ربع كاس او نص كاس. هو كيحاول كيجمع كيقبط لينا ديك
الكيك الغريبه. هانتوما مازال محتاجه السميده البنات، نزيدوها. بسم الله. ودائما مع الدليك. انا البنات عجنتها صراحه ما دخلت لياش الرابعه كامله. هانتوما شنو شط ليا من الزلافه الثانيه. مهم عينكم وميزانكم حتى تجمع هكا، يعني حتى كديروا لها هكا وكتجمع. هانتوما وصافي. دابا غادي نخليوها يعني نخليوها واحد قسم د المكانه بين ما غسلنا يدينا وجدنا اللاطات باش كتشرب معانا. وان شاء الله نديروا الفران ديالنا يسخن ونرجع معكم. هنا البنات غطيتها من بعد 10 دقائق، انا رجعت ليها ان شاء الله. عندي هنايا غادي نخدموا بسكر كلاصي سبيسيال. هانتوما باش يعطينا نتيجه زوينه، لان السكر كلاصي العادي ما تيعطيش نتيجه زوينه، فلهذا غادي نخدم سكر كلاصي. كان عندي صراحه شريته في المناسبات السراج وبقى ليا. هانتوما باش ندوزو ان شاء الله نفندو فيه الكواري ديالنا. وبالنسبه للتكواره البنات نتوما كتحكموا في الحجم اللي بغيتو. انا دائما مولفه كندير واحد اللاطه هي الاولى كنصيفطها للفران، كندير فيها 4 الحبات اولا 5 باش كنشوف على عيني، كنجرب الا كانت مثلا خاصها الطحين كنزيدها، كانت خاصها الخميره كنزيدها. المهم كندير عيني ميزاني. هانتوما طريقه التكوار وكنلوحوها هنايا في سكر كلاصي. هانتوما بهذه الطريقه البنات. وغادي نديرها في اللاطه ديالي اللي كنكون فرشت ليها هذا. هانتوما كنديروا وكنورقوا بهذه الطريقه وكنكملوا بهذا الشكل حتى كنساليو اللاطه ديالنا. وها غريبه ديالي من بعد ما كورتها البنات كنبرك غير واحد الطوريكه وصافي. دابا غادي نمشي ندخلها ان شاء الله الفران. عندنا الفران ديال الغاز غندخلها من التحت حتى غادي تفك عليا، عاد غنطلعها الفوق. وبالنسبه لكل وحده عارفه فرانها. هانتوما يا البنات الغريبه ديالي كي جات. هانتوما في الفران كنسبق من التحت حتى كتفك عليا. هانتوما عاد غادي نردها ان شاء الله الفوق. انا نهبط معكم اللاطه يا البنات باش تشوفوا. هانتوما تبارك الله صلاه على النبي جات زوينه صراحه وتشققات، ولكن نقصوا عليها الفران. هانتوما فرانينا غير على قد الحال وماشي زعما ديال الحلوه، ولكن حاولت معاه وصافي لان كان عندي واحد الفران واحد اخر. وهنا اللاطه الثانيه غندخلوها حتى هي. هانتوما البنات ندخلوا هذه لهنا وخلاص الاخرى غادي نطلعوها للفوق باش تزيد تكمل الطياب. المهم حاولت نبارطاجي معكم البنات المبتدئات اللي ما تيعرفوش مساكن اول مره غيجربوا غريبه. هانتوما غنردها الفوق ونخليها يا البنات طيب على خاطرها. غادي ندوز ان شاء الله نصاوب معكم واحد الشكل واحد اخر ان شاء الله ديال الصابلي. وصابلي بريستيج كيجي زوين وما فيه لا دلك لا قطع لا حتى شي حاجه، من اسهل ما يكون والله البنات. لان كنقلبوا دابا في هذه النهايه ديال هذا كنقلبوا عليه شي حاجه سهله. هو كيخرج كميه كثيره وصراحه عملي. هانتوما عندي هنا زلافه ديال الزيت كيخرج تبارك الله خير الله البنات. عندي زلافه ما عمرش ديال السنيده لان مازال غادي نفندوه في سنيده، داكشي باش ما عمرتش السنيده اللي كيبغي الحلاوه يزيدها. عندي البنات هنايا واحد القبصه د الملحه. عندي 4 ساشيات ديال الفاني كيعطيو ريحه زوينه لان ما فيه حتى شي حاجه وكيجي مرمل وزوين. عرفتو هذا صراحه غزال. وهذا تعلمت من واحد بنت خالتي ومن تما ولا ما بقاش كيخطاني صراحه زوين وكيجي في دوازاتي. هانتوما 4 ديال الساشي. هنا عندي واحد الزبده ديال ليليا. هذا سهل صراحه بالله من اسهل ما يكون. عندي هنا الزبده ديالي وليليا اولا لا بريري، المهم نتوما وشنو عندكم. هانتوما غنخويها كامله هذه راه كتكون خليوها بحراره المطبخ راه دغيا كتذوب دغيا ما نخليوش فيها حتى حاجه ما نضيعوها اخوتي، لان كلشي دابا ولا غالي. هاد الزبده باقي تنعقل عليها، كانت دايره غير 120 دابا دايره 180 باش جبتها من الحانوت. باش غنقول لكم الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير وصافي. وغادي نخدموا هاد المكونات مزيان
حتى غادي نستعجل الزيت مع الزبده مع السنيده. يعني من اسهل ما يكون هو هذا الصابلي، ساهل 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 وساهل، واللذه ديالو ما نعاودش لكم شحال كيجي لذيذ. انا كنبغي نبارطاجي معكم هكا شي حويجات ساهلين وفي نفس الوقت يكونوا بنان. نخدموا مزيان هاد الزبده مع هاد الزيت، وغادي ندوزو البنات ندير 2 خمارات ديال الحلوه الحمر. المهم غادي ندير معكم ان شاء الله اليوم 2 اشكال وغدا 2 اشكال. تنساليو مزيان بنادم صراحه ما يبقاش تبقى ديك يومين كيتضغط. دابا الفطور غير اللي درنا البنات غير باش ديبانينا هو هذاك، يقبلوا علينا الرجاله. ايوا اللي بغى الحلوه خوتي ضروري يصبر على الفطور غير اللي كان. هانتوما هنا غادي نزيد الطحين، تقريبا كياخذ ديك كيلو الا ربع على حساب نوعيه الطحين، وكيخرج تبارك الله بسلامته. غادي نبقاو على هذا الشكل حتى غادي نجمعوا العجينه. كما العاده العجينه ما تجيناش ثقيله وفي نفس الوقت ما تجيناش خفيفه، مهم بين وبين. ونكملوا حتى يعني ما نعجنوش، غير زعما ما ندلكوش، غير نجمعوا العجينه وصافي. لانه صابلي راكم عارفين خصو يبقى مرمل، يعني ما نعجنوش البنات، غير نجمعوا نحاولوا نجمعوا بالاطراف حتى غادي نجمعوا العجينه ديالنا. وها العجين ديالنا نتوما جمعتو. غادي ندوز دابا نشكلو ان شاء الله. غادي ندوز البنات دابا نشكلو بهاد الطريقه. هانتوما كويرات نشكلو بهاد الطريقه كويرات. نتوما كتختاروا الحجم اللي بغيتو كبيبرين بغيتو صغيورين. وبالنسبه للمول هذا هو الطباعه باش غنطبعوه، سميتها الشميشه. وهنا عندي سنيده البنات. ضروري من هاد الخطوه كنديروا البنات الطباعه ديالنا في سنيده. هانتوما وخلاص اللاطه ها هي حدايا، كنديروا على هاد الشكل وكنضربوا. يعني هانتوما نعاود معكم واحد الشكل. هانتوما حطوا هنايا ديروا الطباعه ديالكم في سنيده وطبعوا على الحلوه ديالكم وحيدوا هكا المول. تمي يبان ليكم. نعاودوا عاوتاني هانتوما، ودائما سنيده بعدهم شويه لانهم فيهم الخميره فكيتحلوا وكيتنفخوا كيجيو مزيونين. هانتوما يا البنات غنستمروا على هذه الطريقه تنكمل ان شاء الله. بعد ما طبعتها هانتوما غنمشي دابا ندخلها ان شاء الله للفران البنات. ومن غادي طيب لي عاد غادي ندوز ان شاء الله نزوقها بالشكلاط وبالكركاع، فكتجي غزاله وكتجي فنه من شي حاجه بسيطه. بعد البنات ما كملت الطياب. هانتوما تبارك الله عطاني واحد الكميه يعني كبيره تبارك الله ما شاء الله. هانتوما طيابو كي داير، شوفوا تبارك الله. هانتوما كيجي زوين الصراحه الله، وكيجي فتي وهشيش. دابا غادي ندوزو للتزيين ان شاء الله نزينوها البنات. والتزيين كيبقى لكم على حسب الذوق. هنايا ذوبت شويه د الشوكولات في حمام مريم. هانتوما شويه الشوكولات الكحل، وعندي هنا شويه ديال الكاوكاو مدردر. وغادي ندير البنات هنايا عندي الكركاع. المهم غادي ندوز دابا نزوق ان شاء الله. هانتوما غادي نديرو الشوكولات غير هنايا في هاد البلاصه البنات. هانتوما بهاد الطريقه. وغادي نديرو نص كركاعه ولا كركاعه، مهم نتوما والامكانيات ديالكم. ديروا كركاع ديروا لوزه، مهم نتوما والامكانيات ديالكم. هو راه يعني صابلي عادي ولكن نزينوه بشي حاجه بريسيج. يمكن لكم ديروا فيه حتى نص كركاعه، مهم كما قلت لكم نتوما والامكانيات ديالكم نتوما. فالصراحه كيجي غزال البنات وكيجي شي حاجه هماويه. نتوما كنكملوا بهذه الطريقه. وتا ما كيشد لا اليد لا حتى حاجه. بالنسبه للكاوكاو نوريكم، يمكن لكم ديروا شعريه فيرميسيل الوان فكتجي زوينه. نتوما مثلا ديروا هنا بغيت غير نعطيكم يعني نقربكم هكايا.
ودابا من بعد ما غنكمل غادي ان شاء الله غادي نقلب لكم. كملت الحلوه ديالي دابا غادي ندوز ان شاء الله نصاوب الفطور. اليوم ان شاء الله ما كاين لا معمر لا مملح لا حتى شي حاجه، ما كاينين بقاوش المملحات، انا دابا غير المخلفات اخوتي. هنا عندي الكرشه من بعد ما غسلتها مزيان البنات غادي ندوز ان شاء الله نصبها بالطريقه التقليديه. هنا عندي واحد المطيشه وواحد البصله، لان قليل فاش كندير الصراحه بصله ومطيشه. غادي نزيد البنات القزبور بوحديتو، غادي نزيد واحد جوج فصوص ديال الثومه لان الكرشه كتبغي الثومه. اول مره غنشارك معكم بهذه الطريقه لان ما كنتش كندير فيها شي مرات غير مطيشه ديال الحك، ولكن اليوم درت فيها مطيشه ديال الدار. مع وصلت الخبر بلي البنات نقصات مطيشه. اشنو دارت عندكم؟ صراحه انا مطيشه ولات عندنا ب4 دراهم الحمد لله. هانتوما وغادي نديرو هنا شويه الملحه، نزيد شويه باش ما تجيناش مسوسه. غادي نديرو البنات واحد 2 معالق ديال الزيت البلديه فقط. يعني راه عندي الكرشه ديالي البنات راكم عارفين الكرشه فيها ليدام. غادي ندير التحميره الابزار الكمون كيعجبني الصراحه الله وتيبنن هو داكشي ديال الكرشه وداكشي سبحان الله الكرعيه الكرشه كيبنن. انا عندي سكين حتى هو. هنا راه تقريبا البنات دابا ال5 عندي يعني 2 تسوايع تنوجد فيها الفطور. وعندي هنا الخرقوم، يعني ما كاينش داك المعمر وداكشي هو اللي كياخذ صراحه الله الوقت. يعني دابا غنكتفي فقط بالكرشه. غادي ندير معها شي شلاضه وعند مخمر عندي صراحه في الثلاجه حتى هو غنجبدو نسخنو. هانتوما الكرشه ديالي. نعم جارتي كتعيط ليا المتابعين خليكم معايا. وها هي كتقلى البنات. هانتوما تيطلع واحد الريحه فيها غزاله بحال ديال المناسبات. دابا غنخليوها تقلى وغادي غادي نسد عليها الكوكو تقريبا واحد الساعه وها هي واجده يا البنات. واخيرا كملت البنات. تقبل منا ومنكم الصيام والفطور البنات. المهم صراحه عييت، اختكم خرجت لي السخانه في فمي بسبب داك الضغط والله العظيم ديال الحلوه. جري عرفتي كنت هازه لي الهم، والحمد لله بعدا ملي خرجت مني دوك 2 اشكال. هانتوما بالنسبه للشكل هذا هانتوما كيجي الصراحه جا غزال، وهانتوما كيجي فتي عرفتو كيجي ما تشبعوش منه غزاله البنات والحمد لله. المهم راكم عارفين فاش كيقرب العيد ضروري مع الحلوه. المهم الطبيله ديالي عرفتي كيكون اصعب حاجه لانكم البنات توجدوا الفطور مع الحلوه كيكون شي شويه صعيب. لان باش ديري يديك في الحلوه وترجعي ثاني للفطور فكيكون صعيب. المهم نتوما داكشي ديال الفريكو جبدتو دهنتو كما العاده بالعسل والزبده
وخلاص الشلاضه ديالي. هنا درت شويه العصير بالبنانه البنات والخوخ كيجي زوين. المهم بدلنا لان الفريز، وانا دائما خلاص البنان مع الحليب. الطويجين ديالي على مزيناتو يا البنات، جا زوين. واش هو منه المهم نوعت شويه الباكيت شويه البتيبان. المهم درنا من كل درنا من فتول. المهم عواشركم مبروكه، وان شاء الله تستقبلوا العيد يا ربي بابها حله.